المخصص للي هم فوق سن الكبار مسافة 4 كيلومترات. السبت الثاني من جماد الأول عام 1436 للهجرة. وأرى في مقدمة الشوط طربة، وتعود ملكية طربة لصالح بن علي العامر. المركز الثاني أيضا طربة لصالح بن علي العامر، ويدفع ب4 بهذا الشوط صالح بن علي العامر. وفي ثالث المراكز وصل الحصيني لصامد بن مسفر بن عايطة رزق. المركز الرابع وصلت رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني. وفي خامس المراكز الكائفة لرويس بن علي الكربي. وعودة عند مقدمة الشوط، عودة عند ضربة لصالح بن علي العامر. والمركز الثاني وصل الحصيني لصامد بن مسفر بن عايطة رزق. وفي ثالث المراكز رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني. الدردور المركز الرابع مطرب لصالح بن علي العامر. والمركز الخامس طربة لصالح بن علي العامر. وفي سادس المراكز الكائفة لرويس علي الكربي. ونكتفي ب6 مراكز. وعودة عند مقدمة الشوط يا مصورنا. تغيرت الأمور وانتقل الحصيني لصامد بن مسفر بن عايطة رزق. في ثاني المراكز وصلت رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني، رعادة بنت رعد في ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز ضربة لصالح بن علي العامر. وفي رابع المراكز ضربة أيضا لصالح بن علي العامر. وفي خامس المراكز وصلت السوارة لعايط بن مفرح المهان. في خامس المراكز وسادس المراكز الكائفة لرويس بن علي الكربي. وعودة عند مقدمة الشوط عند الحصيني. والله رعادة انتقلت رعادة إلى مقدمة الشوط، رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني. وفي ثاني المراكز الحصيني لصامد بن مسفر بن عايطة رزق. وفي الدور المركز الثالث ضربة لصالح بن علي العامر. وفي في رابع المراكز أيضا ضربة لصالح بن علي العامر. وفي خامس المراكز السوارة لعايط بن فرح المهان. ما زلنا نتواصل في الرياضة العربية الأصيلة في ميدان نجران في سباق ضمن سباقات إشارة نجران. عودة عند مقدمة الشوط، ما زالت رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني يقود هذا الشوط، رعادة لمحمد بلة السوداني. والدور المركز الثاني الحصيني لصامد بن مسفر بن عايطة رزق. ودور المركز الثالث وصلت ضربة صالح بن علي العامر، وأيضا واصلة ضربة، وأيضا السوارة أيضا واصلة لعايط بن فرح المهان في رابع المراكز. وفي خامس المراكز ضربة أيضا لصالح بن علي العامر. والكائفة في سادس المراكز رويس بن علي الكربي. وعودة عند مقدمة الشوط، عودة عند رعادة ما زالت تفوز هذا الشوط الرئيسي. رعادة لمحمد بلة اللحوي السوداني. الحصيني في ثاني المراكز صامد بن مسفر بن عايطة رزق. واصلة السوارة واصلة في ثالث المراكز عايط بن مفرح المهان. وايضا في رابع المراكز ضربة لصالح بن علي العامر. وفي خامس المراكز ايضا ضربة لصالح بن علي العامر. والكائفة في سادس المراكز رويس بن علي الكربي. عودة عند مقدمة الشوط، لسه ما صدرت الأوامر من المضمرين، وما زالت رعادة تفوز هذا الشوط.
محمد بلة السوداني. وصلنا لوحة الكيلومتر، كيلو الامتحان تكرم فيه الزلل أو تهان. وما زالت رعادة تقود هذا الشوط، رعادة لمحمد بلة السوداني. الدور دور المركز الثاني الحسيني، الحسين صامت بمصر بن عاطى رزق، ولكن هناك الثوانة وايضا ضربة. بدت الاوامر بالسماعة، بدت الاوامر بالسماعة فقط، وانتقلت ضربة لمقدمة الشوط. صالح بن علي العامر انتقلت الى مقدمة الشوط. المركز الثاني الثوانة عاض بن مفرح المهان، وفي ثالث المراكز عاد لمحمد بلة النحو السوداني، والحصيني في رابع المراكز لسامد بن مصر بن عايطة رزق، وفي خامس المراكز ضربة لصالح بن علي العامر. وعودة عند مقدمة الشوط، عودة عند ضربة لصالح بن علي العامر. وفي ثاني المراكز الثوانة عايض بن مفرح المحان. والمركز الثالث رعاد محمد بلة السوداني، ولكن بدت الاوامر، تحركت ضربه، وايضا السواره تحركت، ضربه والسواره، السواره وضربه، ضربه السواره وضربه، ضربه والسواره، ضربه لصالح بن علي العامر، والخطوره من السواره، وبالفعل السواره انتقلت الى مقدمه الشوط. عاد فرح المهان، السواره وضربه، ضربه والسواره، السواره وضربه، السواره وضربه، ضربه والسواره، السواره وضربه، ضربه والسواره. وكان الدخول جماعه التهنئه والناموس، التهنئه والناموس الجميع. وفي ثالث المراكز